بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نكمل إن شاء الله ما بدأناه من الحديث السادس من الأربعين النووية، وقد بدأنا في المجلس الماضي في حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقلنا أن هذا الحديث هو أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الدين، لأنه يتحدث عن المعاملات، لأن الإسلام عبارة عن أقوال وأفعال تبدأ بالنية. كل الأعمال والأقوال لا بد لها من نية، وبدأنا بحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم بعد ذلك هذا الحديث وهو حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تحدثنا في المجلس الماضي عن هذا الحديث حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة بينها صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وهي القلب. والقلب هو عبارة عن مضغة أي شيء يمضغ، زي شيء كده معاه كده ممكن تمضغه. فالقلب من هذه النوعية، كأنه شيء يمضغ أي قطعة لحم تمضغ. وقالوا أن القلب الإنسان هو بقدر كفة يده، يعني قبض الكفة بتاعت كل واحد هو حجم القلب بتاعه. كل واحد لو عمل يده كده، قبضة اليد هي حجم قلب الإنسان. والقلب هو محل الإيمان ومحل الإسلام ومحل الإحسان ومحل التقوى ومحل الإخلاص. يعني القلب ده ربنا جعله مكان استودع فيه الإسلام والإيمان والإحسان والإخلاص، كلها دي في قلب الإنسان. كما أن القلب أيضا هو مستودع الكفر والعياذ بالله والنفاق والرياء والبغض والكره. القلب فيه كل ذلك. القلب يحتوي، كما يحتوي على الإيمان يحتوي على الكفر، كما يحتوي على الإخلاص يحتوي على الرياء. يعني يجوز أن يكون فيه إخلاص أو رياء. عشان كده بيقولوا سمي القلب قلبا لتقلبه، أي أنه لا يستقر على حال. عشان كده النبي كان اللهم يا مقلب القلوب والأبصار
ثبت قلبي على دينك، لأن القلب في ثواني تلقاه يتحول من حب إلى بغض وهكذا، أو يتحول من إخلاص إلى رياء. يعني ممكن العمل تبدأه بالإخلاص من أول ما تبدأ، ثم ينتهي بعد ذلك بالرياء والعياذ بالله. يعني أنت داخل الصلاة وداخل الجامع جاي مخلصا لله سبحانه وتعالى، ثم أثناء الصلاة يدخل الرياء إلى قلبك دون أن تشعر، فينتهي العمل بالرياء. أو يكون البداية العمل أنت آتي إلى المسجد رياء ليس لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تقول إيه في نفسك أنا جاي وتعبت، طب ما أخلص النية لله. فأثناء الصلاة تتحول النية من رياء إلى إخلاص. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحول نياتنا إلى الإخلاص إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالقلب هو مستودع كل ذلك. قالوا والقلب هو كالسلطان على الأعضاء. القلب ربنا جعل له كده يعني قيادة على جميع الأعضاء، حتى النبي قال فإذا صلحت صلح الجسد، أي إذا صلح هذا القلب يصلح جميع أجزاء الجسم. ليه طيب؟ لأنه القلب قالوا القلب 3 أنواع: قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. دي القلوب قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. فالقلب السليم اللي هو جعل المولى سبحانه وتعالى له سلطانا على جميع الأعضاء، هو مستودع الإيمان ومستودع الإخلاص ومستودع الإحسان، وكل العبادات هو مقر لها. القلب هو مقر لهذه الأعمال، وفيه إيه؟ السيطرة. بصلاحه يصلح جميع الجسد، يصلح جميع الجسد. ويكون في القلب النور، نور الإيمان ونور الإسلام ونور التقوى. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حارثة سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال له انظر ماذا تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فسيدنا حارثة قال له إيه حقيقة إيماني ده؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي مضرها وذهبها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. فسيدنا النبي قال له إيه؟ ضرب على صدره صلى الله عليه وسلم وقال رجل نور الله قلبه بنور الإيمان. إيه؟ القلب استنار بنور الإيمان. والقلب من أهم مهماته وأشرفها أنه هو محل لنظر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حينما ينظر إلى عبده ينظر إلى إيه؟ إلى قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب شرف بأنه هو محل نظر المولى سبحانه وتعالى في الإنسان. طيب، والقلب فيه الطمأنينة، فيه إيه؟ طمأنينة. الإنسان لما يطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو محل الخوف من المولى سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت أي خافت، وكان فيها خوفا ووجلا من المولى سبحانه وتعالى. فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك ورد أن سيدنا لقمان كان له أو معه عبد فقال له اذبح لنا شاة وأتني بأطيب ما فيها. فذبحها الغلام وأتى له بقلبها ولسانها. جاب له القلب
واللسان. بعد ذلك بعد فترة قال اذبح لنا شاة واتني بأخبث ما فيها، هات لي أحسن حاجة في الأول، وبعد كده المرة الثانية لما ذبح قال له هات لي أخبث حاجة في الشاة في الذبيحة دي. فأتى له أيضا بقلبها ولسانها فقال له كيف ذلك؟ قال ليس أحسن منهما إذا طابا وحسنا، وليس بأخبث منهما إذا خبثا. إذا دول صلحوا يبقى هم أحسن حاجة، وإذا كان فيهم خبث وكان فيهم مرض يبقى دول فيهم إيه؟ أسوأ حاجة. طيب، بيقولوا أنه القلب تجد أن شكل القلب نفسه واحد في جميع البشر، فشكله واحد في كل البشر، وحقيقته مختلفة بعدد البشر. إيه الكلام ده؟ يعني قلب كعضو في جسم الإنسان، كل البني آدم عندهم قلب حجمه أو شكله صفة واحدة، ولكن تختلف حقيقة القلب ده باختلاف البشر جميعا. يعني قلب يكون فيه الإيمان، يكون فيه الطمأنينة، يكون فيه الإخلاص، وهكذا يتفاوت الإيمان من إنسان إلى إنسان، من قلب إلى قلب. طيب، هذا القلب يتقلب ويزيغ، عشان كده في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني بيسأل إيه؟ التثبيت على الدين وعلى الإيمان. التثبيت يكون بتثبيت القلب لله سبحانه وتعالى. فإذا صلح هذا القلب صلحت جميع الأعضاء، بمعنى أن الإنسان الحاسد أو الحاقد أو المغتاب أو المنافق أو كل من يقترف ذنبا، اقتراف الذنب أصلا بدايته مرض في القلب. بداية أي ذنب بدايته أن القلب مريض. يا حاقد نقول له فتش عن قلبك فقلبك مريض. يا حاسد فتش عن قلبك فقلبك مريض. يا مغتاب فتش عن قلبك فقلبك مريض. يعني الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكل ذنوب منشأها من القلب. ليه؟ لأن زي ما قال النبي أنه إذا صلح هذا القلب صلحت بقية الأعضاء والأجساد، لأنه هو سلطان عليها، هو القائد. القائد يتحرك يمين يبقى كل الجيش يتحرك يمين، يتحرك شمال هيتحرك كل الجيش شمال. فإذا حدث عندك مرض في قلبك، هذا المرض سيظهر أو ستظهر أعراض هذا المرض على الجوارح، من غيبة أو الاستماع إلى الحرام أو القدم يمشي إلى الحرام أو اليد تقترف الحرام. يبقى أساسها حتى الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليل. يعني أصل الكلام قبل ما تكلم يكون في قلبك الأول. يقولوا حتى إيه؟ يعني ما في القلب يظهر على فلتات اللسان. اللسان ده بس فقط معبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. أفضل واحد مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، نعرف مين هو صدوق اللسان؟ هو الإنسان الصادق في كلامه. فمن هو مخموم القلب؟ إيه كلمة مخموم القلب ده؟ من هو يا رسول الله؟ عشان توضح لنا ما معنى مخموم القلب اللي هو أفضل الناس. قال هو التقي، أي صاحب القلب التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد على أحد من المسلمين. هذه مخموم القلب اللي هو قلبه إيه؟
احنا قلنا القلب في قلوب سليمة. القلب المخموم هو ايه؟ التقي النقي الذي ليس في قلبه حسد أو غل أو حقد على المسلمين. طب دي حاجة سهلة؟ لا، مش حاجة سهلة. الإنسان يقدر يدرب قلبه على أنه لا يحمل حقدا ولا غلا على أحد بسهولة، ولا محتاجة مجاهدة؟ محتاجة مجاهدة كبيرة جدا جدا أنك أنت تعود قلبك أنه تنزع الغل والحقد والحسد منه، لأنه إذا استولى عليه يبقى ده مرض عضال، مرض عضال. لأنه إذا تمكن الغل والحقد والحسد من قلب، والله إن لم يجد من يحقد عليه يحقد على نفسه، إن لم يجد من يحسده يحسد نفسه هو. مش كده برضو؟ طيب، هذه المنزلة أو هذه المكانة التي يصل إليها المسلم أن يكون مخموم القلب، أي ليس في قلبه حقد ولا غل على أحد من المسلمين، ما جزاؤها؟ ما جائزتها؟ جائزتها الجنة. إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس فطلع عليهم رجل من الصحابة، فسيدنا النبي قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هيدخل عليكم دلوقتي واحد من أهل الجنة، معناها أنه سيدنا النبي بشروا إيه؟ أنه من أهل الجنة، مبشر بالجنة. فطلع صحابي من الصحابة في اليوم الثاني قال: يطلع عليكم اليوم رجل من أهل الجنة. فخرج هذا الصحابي أيضا في اليوم الثالث قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. 3 أيام سيدنا النبي يبشر بخروج رجل، أي يطلع عليهم رجل ويطلع إيه؟ نفس الصحابي. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: طب أنا عايز أشوف الرجل ده بيعمل إيه. 3 أيام وسيدنا النبي يبشر يقول هو ده من أهل الجنة ويطلع نفس الرجل. عايز أشوف إيه أعماله، هل له أعمال عظيمة إحنا ما نعرفهاش؟ هل بيصلي كثير؟ هل بيسكر كثير؟ هل بيصوم كثير؟ هل بيحج كثير؟ هل بيجاهد كثير ولا إيه؟ طيب، أنه يبشر 3 أيام أنه من أهل الجنة ويطلع هو. فسيدنا عبد الله بن عمرو سيدنا قال له: أنا والله في حاجة، موضوع بينه وبين أبوي كده حصل في البيت، فأنا مش هبيت في بيتنا، فممكن تستضيفني عندك 3 أيام استضافة. قال له: ماشي. فهو سيدنا عبد الله مش عايز حاجة، هو عايز يشوف إيه الأعمال اللي هي ممكن مش ظاهر، يعني ظاهر الأعمال بيصلي معاهم في المسجد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، دي أعمال ظاهرة، لكن ربما يكون هناك عمل لا يعرفه هو. سيدنا عبد الله عشان كده أصر أن يروح معاه إيه؟ ربما يكون له خبيئة من أعمال في قيام ليل في وقت السحر مش بيتبان عليه برا. فسيدنا عبد الله بن عمر 3 أيام يشوف الراجل يصلي العشاء ويرجع البيت يدوب مش عارف يعمل ايه، وينام ويقوم قبل الفجر يصلي ركعات كده خفيفة، وبعد كده يخرج إلى صلاة الصبح عشان يشوف حاجة جديدة، حاجة زيادة على اللي بيعملوها مش لقيها سيدنا عبد الله بن عمر. فآخر يوم قال له: صراحة أنا لا في حاجة بينه وبين والدي ولا حاجة، أنا والله سيدنا النبي قال 3 أيام أنك أنت من أهل الجنة، في رجل يطلع عليكم من أهل الجنة تطلع أنت، فقل لي إيه بتعمل أنت زيادة علينا عشان أنا أعمل زيك؟ قال: والله ليس إلا ما رأيت، ولا حاجة غير شفت أنت بس. قال له: ولا حاجة؟ قال له: ولا حاجة إلا حاجة بس بسيطة في قلبي. قال له: إيه هي؟ قال له: لا أبيت ليلة وفي قلبي حقد أو غل على أحد من المسلمين. هذه بس اللي زيادة يمكن، أو هي دي ممكن السبب، دي اللي انت مش عارفها، لكن دي هي اللي في قلبي، أنه ما فيش ليلة أنام وقلبي يحمل غل أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين. فقال له سيدنا عبد الله بن عمرو: هذه الذي وصلت بك. هي دي يبقى ايه اللي احنا مش عارفينها ومش قادرين يعني ايه نضغط على نفسنا فيها. طب الواحد كده يشوف نفسه كده بالليل قبل ما ينام، يعني هل في قلبه حقد أو حسد على أحد المسلمين ولا لا؟ كده قبل ما ينام كده يبدأ كده. طب يلاقي القلب مليان ومحشي غل وحقد وحسد على المسلمين،
وأحيانا بيجيله أرق وما يجوش نوم الليل كله من أنه قلبه مشحون على إخوانه، وقلبه حاقد على إخوانه، وقلبه كله كره لإخوانه، ولا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. نفتش على القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل المولى سبحانه وتعالى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نكبر إن شاء الله تكبيرات العيد سنة، لأن التكبير المطلق في أيام العشر كلها سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يخرجون، سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة كان يخرجان إلى السوق فيكبران في السوق فيكبر الناس بتكبيرهما. هذا هو التكبير المطلوب في كل أيام العشر، في كل أيام العشر، يعني من بداية يوم الاثنين كان المفروض أنه دائما نكبر. ليس هو المقصود بأيام المعدودات اللي هي بعد العيد تكبير 3 أيام التشريق، لا، إنما العشرة نكبر في أي وقت، أنت وماشي، أنت وقاعد، أنت وبتاكل، أنت وبتشرب، أنت قبل الصلاة، بعد الصلاة، اسمه التكبير المطلق، يعني في أي وقت إن شاء الله سبحانه. فنكبر اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.